السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده انا جاي اطمنكم. اول مرة اعمل فيديو اطمن في حد بسبب كمية القلق اللي انتوا قلقانين. بس لو الموضوع مش صادق انا ما كنت صورت الفيديو، ولكن انا هحكي لك حاجة حصلت معايا انا شخصيا. بص يا سيدي، اولا للناس اللي بتسأل النجاح من كام والجو ده، على الورق وحط تحتها مليون خط. النجاح في الدين من 10.5، عشان في درجة الرأفة. في الإحصاء والاقتصاد الاتنين مجموعهم على بعض 50، النجاح فيهم من 23. الوطنية 10.5 زيها زي الدين. ده على الورق بس. يعني إيه على الورق؟ يعني الليلة دي كلها في شيء، بس ما كانش ينفع أقول لك كده في بداية السنة. بمعنى إيه؟ أولا يا جماعة أنا اتأكدت من معلومة اللي يشيل المواد اللي مش بتضاف للمجموع ينزل مرحلة تالتة والجو ده، وطلع مفيش كلام من ده خالص. بيخشوا فيها دور تاني. في دفعتنا سألت ناس كتير قوي، بحثت، شفت محدش شال مواد ما بتضافش للمجموع. دي أولا. ثانيا، لو عايزين درجات أنا من الناس اللي سألت، أنا كنت جايب في الوطنية 24/25، في الدين 23/25، في الاقتصاد والإحصاء 35/50. دي درجاتي بس عادي يعني، مالكش دعوة بيها. ما علينا. ايه بقى الموقف اللي حصل لي مخليني بقول لك ان محدش هيشيل؟ انا متأكد من الكلام اللي انا بقوله. اللي هيشيل حاجة من اتنين: يا اما ما حضرش الامتحان خالص، يا اما سايب الورقة فاضية بس. انما طالب راح الامتحان وهبد، ده مش هيشيل. طب ليه انا بقول لك كده؟ بص، هو حصل معايا سوء تفاهم وانا بمتحن المواد اللي مش بتضاف للمجموع. ازاي؟ لقيت الاستاذ داخل لي، كنت في اللجنه. ده كان تاني يوم، كنت امتحنت اول يوم خلاص. تاني يوم مباشره كان تقريبا في فرق ايام ولا مش فاكر ايه، او في امتحان العربي. تقريبا في امتحان العربي لقيت كان في فرق اسبوع او 8 ايام او كده. لقيت الاستاذ داخل لي بيقول: طالب نور الدين رضا عبد الحافظ. نعم. ولقيت اتنين طلاب كمان معايا. ايوه، عايز ايه يعني؟ تعالوا لي على المكتب. قلت في مصيبه جايه وش. رحت له على المكتب انا والاتنين الطلاب اللي معايا. امتحان الاقتصاد والاحصاء، انت متاكد ان انت كتبت اسمك؟ فبصيت له كده: نعم. وكتبت رقم جلوسك؟ قلت له ايوه كتبته. قال لي: متاكد؟ قلت له ايوه اكيد متاكد، يعني مش هنسى اسمي ورقم الجلوس. قال: اصلهم باعتين الناس اللي بتصحح الامتحانات قايلين ان انت لا كتبت اسمك ولا كتبت رقم جلوسك، والاتنين اللي معاك دول زيك. يعني ايه ما كتبتش اسمك ورقم جلوسك؟ المشكله بقى كانت في ايه؟ ان احنا كنا التلاته من المدرسه كلها. يعني انا منور كده، اللي هو مع، انا لحد دلوقتي انا مش فاكر انا كتبت اسمي ورقم جلوسي. معقول اكون من خوفي وكده نسيت اكتب اسمي ورقم جلوسي؟ بس مش من طبيعتي يعني ان انا بخاف او بتوتر جامد قوي كده في امتحانات ثانويه عامه. الخوف ده جه عندي في الكليه، انما في امتحانات ثانويه عامه ولا مره خفت. كنت ببقى داخل يعني على الاقل واثق من نفسي. اللي هو يعني ايه نسيت اكتب اسمي ورقم جلوسي؟ شيء لا يصدقه عقل. انا قال لي: يعني انت متاكد؟ قلت له ايوه متاكد. قال لي: ماشي، على العموم اكتب يا ابني عندك. كان واحد معاه. قال الطالب مش عارف ايه، قال اسمي، ان هو كاتب اسمه ورقم جلوسه. فانا واقف بقى والمصحف الشريف زي ما بحكي لكم كده مرعوب. ايوه، يعني هما دلوقتي هيدوني درجتي ولا هيقولوا ده طالب ما حضرش وما كتبناش اسمه وخلاص، وما كتبش اسمه ورقم جلوسه هيسقطوني ولا هيعمل ايه؟ متخافش يا حبيبي، والله العظيم. الراجل اللي كان هناك ده راجل باشا في نفسه كده اصلا، راجل ليه هيبه كده. ده عايز ايه ده؟ انا فكرته بصراحه لحد اخر لحظه ان هو بيسيس. ايوه، يعني هينجحوني ولا لا؟ هينجحوك، هيدوك درجه. هينجحوني ولا لا؟ هينجحوك، هيدوك درجه. ايوه يعني.
وهو بقى ما فيش، اخر ما زهق قال لي ما خلاص يا ابني، اقسم بالله بنفس الطريقه كده، ما خلاص يا ابني سالتني مليون مره قلت لك اللي فيه، اما انا عامل المحضر ده ليه؟ قلت لك هيكتبوا اسم. فانا بصيت له كده، سكت. فجيت طالع قام واخدني على جنب، قال لي ما تقلقش، والله العظيم هذا حصل بالنص. قال لي ما تقلقش، مفيش طالب بيشيل مواد مش بتضاف للمجموع الا اذا يا ما حضرش الامتحان يا ساب الورقه فاضيه، غير كده بينجحوكوا، بس الكلام ده ما يطلعش لحد. وانا وفيت بالوصيه اللي هو وصاها لي، معرفتش حد خالص جوه اللي بيتفرجوا دلوقتي. فبالنسبه للمواد اللي ما بتضافش للمجموع، لو انت مثلا في الاحصاء والاقتصاد جايب 17 جايب 18، سيبك بقى من جو ان هم يدولك درجتين رأفة ومش عارف ايه، هتلاقي نفسك نطيت فوق ال 25 من حيث لا تدرى ولا تعلم. انا متأكد من الكلام ده مليار في المية. ونحدد كل واحد يعرف هو هيجيب كام، اللي هو شايف ان هو هيجيب 17 مش نزل لكم نموذج الاجابة، شايف انه هيجيب 17 واللي شايف انه هيشيل، ان حد فيكم شال ادى مفيش دقن اصلا. لو حد فيكم شال بحق والله ما في مخلوق فيكم هيشيل الكلام ده، انا متاكد منه، لان الكلام ده كان جايبه اصلا من الناس اللي بتصحح الامتحانات، فقال لي ما تخافش المواد دي محدش فيها بيشيل حاجه. وبس ده بخصوص المواد اللي مش بتضاف للمجموع. طب مشاكل اللي هو بالشيل، اولا ظللت في دايره وخرجت عن الدايره شويه، مفيش مشكله عادي، لان جزء البيانات اصلا كله بيتصحح يدوي، وما بتبقاش فيها مشكله في البابل شيت، يعني لما تتصحح على جهاز سكانر بيعدوه. كان الوزير طارق شوقي لما كان ماسكها كان بيقول عادي جدا ما فيهاش مشكله. طب دي حاجه. طب بالنسبه مثلا كتبت رقم جلوسك من اليمين للشمال بالعربي بالانجليزي، انت مش هتكتب رقم تليفون، عادي جدا، قلت لك بيمشوا الدنيا. طيب كتبت إجابة وعلمت عليها علامة إكس واخترت إجابة تانية، هنا تلبس يا زميلي. ليه بقى؟ عشان انتوا ما بتسمعوش الكلام، ناس فيكم وقعت فيه. أنا قلت لكم حصل ولا ما حصلش؟ حصل مني. قلت لكم يا جماعة لو اخترتوا إجابة وعملتوا عليها علامة إكس واخترتوا إجابة تانية، أكتر من 3 إجابات تعملوا محضر إثبات حالة، عشان ساعتها الإجابات دي تتحسب لك غلط. قلت ولا ما قلتش؟ قلت وعملت له فيديو مخصص، اكتر فيديو فشل في القناه، مع انه كان اهم فيديو، بس انتوا بقى بدماغكم عامل لكم ايه. فالمهم ادي حاجه، فما تقولوش من مشاكل البابل شيت ده خالص، لان هما بيعرفوا يتعاملوا فيها كويس قوي، وغالبا الجزء ده بيتصحح يدوي، على دفعتنا تصحح يدوي، على دفعتكم انا مش عارف. طيب يبقى كده لا تقلق من مشكلة البابل شيت. بالنسبة للمواد اللي مش بتضاف للمجموع أنا بوعدكم وعد شرف مفيش حد فيكم هيشيل حاجة خالص. ليه بقى؟ لأن الكلام زي ما قلت لكم حصل بالنص وبالحرف، فما تقلقوش، أوعدكم محدش فيكم هيشيل حاجة. وبس ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.